كيروش لملمة أوراقه سريعا، فالصدام الآن سيكون ضد أحد المرشحين للقب، منتخب المغرب الذي كشر عن أنيابه مبكرا في المباراة الأولى بانتصار مستحق ب3 أهداف ل1 على حساب جزر القمر، بعد عرض أثبت في شوطه الأول أنه قادم إلى الدوحة من أجل الكأس. ورغم الغيابات التي يعانيها أسود الأطلس، فإن المدرب طارق السكتيوي يعرف أن جماهير بلاده سواء في المغرب أو قطر لن ترضى بأقل من المنافسة على اللقب. لأن حقيقة باش كتكون داخل واحد المنافسة من هذا الحجم، فأي مدرب كيحب أنه يكون عنده اللاعبين متوفرين كاملين، وكتعرفوا بأن اللائحة كتسمح فقط 20 لاعب زائد 3 حراس، فحتى يعني لو نومبر يعني العدد قليل، فهنا كيبين الأهمية ديال كل لاعب اللي كيكون في اللائحة. حنا للأسف يعني إلا لاحظتوا حتى المقابلة لا جيستيون ديال المقابلة أو قبل المقابلة اللي فاتت، فراه حنا إلا حسبت لك غادي نلقاو يعني من بين أعطاب ومن بين لاعبين اللي ما كانوش متوفرين 100% غادي نلقاو 10 لاعبين. المغرب يحلم بانتصار يحسم من خلاله التأهل قبل موقعة السعودية التي ستكون خارج التوقعات، وعمان من أجل فوز أو على الأقل تجنب هزيمة قد تعني أن تكون مباراة جزر القمر بلا هدف، وبين هدف فريق ومسعى آخر يقين بأن تكون الموقعة حافلة بالندية والكفاح. مواجهة قوية تجمع منتخب عمان بالمنتخب المغربي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية. كابتن نور، المنتخب المغربي يأتي إلى هذه المواجهة بهدوء أكبر بعد الفوز على منتخب جزر القمر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، بينما عمان تأتي إلى هذه المباراة بعد خسارة أمام شقيقه السعودي في المواجهة الخليجية الخالصة بين المنتخبين، وربما أن الضغوط ستكون كبيرة للغاية على كارلوس كيروش ومنتخب عمان. يعني إذا تحدثنا أولا عن المنتخب المغربي، المنتخب المغربي دائما يدخل البطولات وهو مرشح بشكل كبير، وخاصة الكرة المغربية تمر بمرحلة تصاعدية كبيرة وتصاعدية كبيرة. نتكلم عن الفئات العمرية، نتكلم عن المنتخب الأول، يعني معدل أيضا النتائج، الفوز، لم يخسر كثيرا، لم يتلقى خسارات، لديه لاعبين، لديه كم من اللاعبين، لديه يعني خلينا نقول احتياط ولاعبين اساسيين، لاعبين محترفين، لاعبين محليين. هذا تقريبا المنتخب الذي شارك في بطولة افريقيا للمحليين. نعم شارك به، وايضا ستكون له اضافات في البطولة الافريقية بالضبط. معناها المنتخب المغربي يسير بشكل جيد، يسير بهدوء، لديه لاعبين. لو شفنا معدل اعمار اللاعبين الموجودين بالمنتخب المغربي نشوفهم يعني ما بين الثلاثينات، يعني نهاية الثلاثينات، نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات، يعني هناك مزيج من الخبرة والشباب والنضوج الكبير ما بين اللاعبين. لذلك المنتخب المغربي انطانا انطباع اول من المباراة الأولى. نعم الفوارق واضحة، الفنية كبيرة جدا ما بين المغرب وجزر القمر، لكن أعتقد راح يدخل بأريحية كبيرة. المنتخب العماني يعني مع مجيء كيروش يمكن الكثير كان يعني يتوقع أنه سيكون هناك تغير، لكن شاهدنا أنه كيروش يجب أن يبتعد عن الإعلام، يجب أن يبتعد عن المبررات والمسببات وما يحدث، وكأنه يعطينا انطباع أنه هو محارب. أنا أشوف أنه يجب أن يفكر بفريقه أكثر، يجب أن يفكر بالحالة الفنية. الفريق العماني دائما لديه مواهب، مشكلة الفريق العماني يمكن الخطوات الأخيرة، الثقة، يجب أن تكون هناك ثقة وشخصية للمنتخب العماني. كيروش في السابق كان عنده خلينا نقول وضع أفضل مع المنتخب الإيراني، قدم منتخب بشكل جيد، لكن بعدها سرعان ما نشوف الآن هو دائما يروح للإعلام، يتجه لعدسات الكاميرا. كل هذه أمور تشتت المدرب وأيضا تشتت فريقه وتخليه بعيد دائما عن المنافسة واللعب الجيد. سنعود للحديث عن المنتخب المغربي أكثر، لكن كابتن محمد، منتخب عمان سيدخل هذه المباراة بضغوط أكبر. أنت حينما تخسر مواجهة الجولة الأولى، على الأقل دائما يعني بعض المنتخبات وبعض الأندية تفضل في البطولات المجمعة أن تخرج من الجولة الأولى على الأقل بالتعادل وليس الخسارة. الآن عمان في موقف صعب لأن الخسارة في هذه المواجهة ربما تعني الوداع المبكر. صعوبة الموقف العماني خاصة في الجولة الثانية أنه راح يلاقي المنتخب المغربي. المنتخب المغربي فريق منتشي، فريق قاعد يمشي بخطى ثابتة، خاصة بعد المباراة الأولية. أعتقد كان 2005 بالنسبة حق المنتخب المغربي سنة سعيدة، مثل ما قال كان الكابتن، على جميع الفئات العمرية بالنسبة لسلسلة الانتصارات وعدم الهزيمة بالنسبة حق الفريق الأول، فيجي في ظروف مناسبة. المنتخب العماني منتخب
خسر المباراة الأولية وكان يتمنى على الأقل الخروج منها بنتيجة إيجابية ولو بنقطة، بقابل فريق كبير رابع العالم، فريق لا وزنه، وهو عارف أن خسارة هذه النقطة أو خسارة الثلاث نقاط بالنسبة أمام المنتخب المغربي راح تخرجه من يعني على مستوى البطولة، وطبعا التأهل. المنتخب أو المدرب كيروش وضع المنتخب تحت ضغوط إعلامية كبيرة. الكل بالنسبة للمجتمع الرياضي ينتظر زلة عشان يعني يتحدث عن اخفاقات المدرب كيروش. عصام الصبحي سيكون عليه دور كبير جدا في هذا المنتخب، خصوصا أنه يعتبر من أميز لاعبي المنتخب. صحيح. العماني، ويعتبر هو هداف المنتخب العماني. عصام لاعب مميز، ولكن ايضا يحتاج الى دعم، يحتاج الى لاعبين اخرين يوصلوا للكره. انا يعني قلت لك الفريق العماني دائما يكون منافس، مشكلته الثقه. اللاعبين يجب ان يلعبون بثقه اكبر، الايمان بقدرات، وايضا الثقه يجب ان تكون ايضا من المدرب. يجب انه يؤمن المدرب بلاعبيه وبقدرات لاعبيه من اجل انه يكونون بالوضع الصحيح. اما العمانيين يكونون فريق مكمل، انا اشوفها هذا صعب. كرة القدم تطورت، حتى الدوري العماني يجب انه يعني يكون يتطور بشكل اكبر لاكتشاف لاعبين. هناك لاعبين جيدين، هناك مواهب، ولو لو 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 يعني خلينا نقول تعبوا اكثر، خلينا نقول المعنيين والمسؤولين العمانيين سيجدون هناك لاعبين جيدين جدا في الفريق العماني. نتكلم عن الفريق الذهبي للفريق العماني، عماد الحسني وعلي الحبسي وفوزي بشير وبدر الميمني ومجموعه كبيره كانت في الكره العمانيه تحقق النتائج. اذا العمانيين لديهم المواهب، لكن كل ما في الامر يحتاج الى تطور كبير من ناحيه المنتخب وايضا الدوري. هل تعتقد بان ربما إن نظرنا إلى هذه المواجهة من ناحية ترشيح أن أمر المنتخب العماني في هذه المباراة يدخل وله هو غير مرشح أمام المغرب، هو أمر ربما سيكون جيد بالنسبة لعمان أمام المنتخب المغربي؟ هو ممكن يكون جيد، بس صعب بالنسبه للمنتخب العماني. يعني المنتخب العماني ما كان يعني يرغب بالظهور خاصه في المباراه الاولى ضد المنتخب السعودي. تعرف تقريبا ممكن نتفق ان الفريق جزر القمر هو الحلقه الاضعف بالنسبه للفرق. كل الفرق طمعان بثلاث نقاط. هما اللي كان يفرق بالنسبه حق المنتخب العماني، ولو استبعدناه المنتخب المغربي يعمل على نقطه من المنتخب السعودي بحكم القرب من منتخبين خليجيين، فالظفر بنقطه اسهل من الظفر بنقطه من المنتخب المغربي. تحدث الكابتن محمد